امبارح بالليل الدنيا كانت هادية خالص وهدوء غريب حوالين عمارة رقم 12. اللي ساكن في الدور الأول طالع يدخن قدام باب شقته، شاف نور خافت طالع من باب شقة الأستاذ جلال. المعروف عن الأستاذ جلال إنه هو عمره ما بيسيب باب شقته مفتوح. الراجل استغرب ولكنه ما اداش أي اهتمام، ولكنه فجأة وقال إن الأستاذ جلال أصلا مش موجود، وتقريبا إن في حد جوه مكانه. بس قبل ما يعمل أي حاجة نزل على البقالة اللي قدام العمارة وتوجه للست اللي شغالة هناك وقال لها: هو أستاذ جلال موجود في شقته؟ الست ابتسمت ابتسامة غريبة كده وقالت له إن أستاذ جلال أصلا قال لها إن هو مسافر ومش هيجي غير بعد 3 أيام. قال لها إن الشقة مفتوحة وطالع منها ريحة غريبة زي ريحة تبغ أو زي عطر أو حاجة محترقة. الراجل طبعا استأذن صاحب العمارة إن هم يفتحوا الباب، ولكنهم أول ما دخلوا الشقة لقوا حاجة غريبة جدا. لقوا طابع كبريت مكسور في الأرض وروائح في كل حتة تشبه رائحة الحاجات